ده عبث فعلا، مش مجرد ارتفاع اسعار بس. ازيكم يا جدعان، يا رب تكونوا بخير. بسبب تطبيق القرار اللي نزل الفتره الاخيره الخاص بالرسوم الجمركيه، كله كان متوقع تقريبا ان ده هيؤدي الى زياده خياليه في اسعار الموبايلات. ففي الفيديو ده ان شاء الله هقول لك على كل اسعار الايفون اللي موجوده في مصر هنا. من غير كلام كتير كده، صلي على النبي اهم حاجه، ولايك سبسكرايب وكومنت حلو. من غير كلام كتير كده يلا بينا نبدا. بشكل مبدئي كده انا حابب انوه تنويه مهم جدا قبل ما ابدا في اي حاجه، وهي ان الاسعار ده علشان اقدر اوصل لها وافيدك بشكل كبير قدرت اتواصل مع اكتر من محل مختلف علشان اقدر اجيب لك كل الاسعار اللي موجوده داخل المحل. اول سلسله هنبدا بيها او اول موبايل هنبدا بيه هو ال7 بلس، وده متوسط سعره حاليا 7000 جنيه. لو طلعنا للايفون 8 بلس هيكون متوسط سعره 8800 جنيه في حاله واحده بس، في حاله ان الموبايل ده جاي من غير اي حاجه، بمعنى اخر مش معاه بوكس. لكن لو معاه بوكس الموضوع هيختلف اكيد، او السعر هيختلف وهيكون متوسط سعره 10000 جنيه. طيب نطلع بقى لسلسله الاكس. الايفون اكس حاليا متوسط سعره بيبدا من 10000 جنيه ل 11000 جنيه تقريبا. بعد كده الايفون اكس ار والايفون اكس اس، الموبايلين دول في نفس الفئه السعريه تقريبا. متوسط السعر بتاعهم النهارده بيبدا من 13500 جنيه لحد 14500 جنيه تقريبا. الايفون اكس اس من فتره قريبه جدا ما كانش بالسعر ده اصلا، الموبايل ده ما كانش بيتخطى ال 11000 جنيه تقريبا، ولكن الموضوع او الاسعار اختلفت تماما عن قبل كده، وده بقى المتوقع حاليا. المهم بالنسبه للايفون اكس اس ماكس بيبدا سعره حاليا من 16500 جنيه لحد 17500 جنيه. كان من كام يوم بالظبط كنا بنتكلم في 14000 جنيه، وبافضل الحالات حرفيا الايفون 11 العادي حاليا متوسط سعره بيبدا من 18000 جنيه لحد 20000 جنيه. وطبعا الموضوع ده بيختلف على حسب حاله الموبايل وهل مع البوكس بتاعه فعليا ولا لا. كل دي عوامل اكيد بتساهم في ارتفاع سعر الموبايل. لحد دلوقتي انا الحقيقه شايف ان التاثيرات الى حد ما مش كبيره، بمعنى اخر الزياده اللي حصلت على الموبايلات اللي اتذكرت في الفيديو لحد دلوقتي مش كبيره تماما. طبعا هيجي لي واحد في الكومنتات دلوقتي هيقول لي انت اتكلمت في بدايه كلامك على ان في زيادات خياليه وبتاع، فين الكلام ده؟ اقول لك اتقل عليا يا معلم، لان للاسف هنشوف كل الموبايلات اللي جايه زيادات خياليه فعلا. الموضوع ده بدا يا معلم من ال11 برو. الايفون 11 برو كان من فتره قريبه جدا كان عامل 16000 15000 جنيه، يعني في الرينج ده. حاليا متوسط سعره بيبدا من 22000 جنيه لحد 25000 جنيه، وده متوسط سعره حاليا للاسف. كان من كام يوم بالظبط تقدر تجيب الماكس منه بسعر اقل من كده وبحاله ممتازه فعلا. وبما انك في مصر هنا فانت عارف اكيد ان الاسعار مش ثابته دايما. طب انت في البدايه كده هتشوف ان السعر ده مبالغ فيه وبتاع، وفعليا عندك حق، بس حقيقي ده اللي موجود دلوقتي. حابب تتاكد من ده اكتر انزل واسال لو انت مش مقتنع بكلامي. انا حرفيا بسال اكتر من محل علشان اقدر افيدك واجيب لك خلاصه الموضوع ده. ففيديو زي ده فعليا انا ببذل مجهود فيه ابن لذينه، وبما اني ببذل مجهود وبروق عليك وبتاع 3 فيديوهات تقريبا في اسبوع، دي تقريبا من عمرها ما حصلت، خصوصا اننا في فتره امتحانات وبتاع. فبما انك شايف ترويق مني وبتاع فما تنساش اللايك مع الحاجات البسيطه، سبسكرايب، كومنت حلو، شير مثلا. الحاجات دي بسيطه جدا فعلا والله، بس بتفرق معايا جدا. دي اقل حاجه انت ممكن تقدمها لي فعلا. المهم خلينا نرجع لموضوعنا. الايفون 12 العادي بيبدا سعره حاليا او متوسط سعره حاليا 20000 جنيه على حسب مساحه الموبايل طبعا وحاله الموبايل، ودي عوامل كده كده بتساهم في ارتفاع سعر الموبايل، او بمعنى اخر بناء على العوامل دي بتحدد سعر الموبايل. يعني مثلا ممكن يزيد 1000 يقل 1000 على حسب الكام عامل اللي انا قلت لك عليه. اما بالنسبه للايفون 12 برو حاليا متوسط سعره بيبدا من 28000 جنيه. الموبايل ده اصلا في السوق مش متشاف ونسبه الاقبال عليه قليله جدا، ومع ذلك سعره مبالغ فيه بشكل رهيب جدا. من الاخر بلاش تتوجه للموبايل ده. اما بالنسبه للايفون 12 برو ماكس الاخ الكبير من سلسله ال 12، سعره حاليا بيبدا من 29000 جنيه لحد 33000 جنيه. سالت عليه من كام يوم بالظبط كان عامل تقريبا 29000 جنيه، وكانت حالته ممتازه جدا. السعر ده فعليا كان موجود في محل ما، سالت عليه اكتر من محل تاني مختلف تماما، لقيته بيتكلم معايا في 34000 32. اتكلموا معايا فعليا في الارقام دي. والفكره ان السعر اللي هو 29000 جنيه اللي انا كلمتك عليه ده كان بعد نزول الاجراء الخاص بالرسوم الجمركيه. فالخلاصه سعر الموبايل ده مش ثابت عند اغلب التجار. وبالنسبه لسلسله ال 13، وخلونا نبدا كده باصغر حد في السلسله دي وهو الايفون 13 العادي. الايفون 13 العادي حاليا بيبدا سعره من 26000 جنيه لحد 29000 جنيه. دي اسعار كموبايل مستعمل مش جديد. الايفون 13 العادي من كام يوم بالظبط جديد متبرشم ما اتفتحش قبل كده تماما، كنا بنتكلم في 25000 جنيه 25500 جنيه. حاليا بعض الاماكن بتتكلم للاسف في 35000 جنيه. الاسعار دي فعليا موجوده دلوقتي. بالنسبه للبرو الايفون 13 برو حاليا متوسط سعره بيبدا من 34000 لحد 36000 جنيه. الايفون 13 برو ماكس متوسط سعره النهارده بيبدا من 44000 جنيه لحد 45000 جنيه. وبعد نزول القرار بكام يوم بالظبط كانت في اماكن ما بتبيع على 39000 جنيه، لكن سعره حاليا للاسف بيبدا من 44000 جنيه لحد 45000 جنيه. وطبعا زي ما قلت لك في بدايه كلامي ان في اكتر من عامل بناء على العوامل دي هتحدد سعر الموبايل، زي حاله الموبايل، مساحه الموبايل، نسبه البطاريه بتاعته. وبما اني اتكلمت على نسب البطاريه فخليني اقول لك على حاجه مهمه جدا، ان كل الموبايلات اللي اتذكرت لحد دلوقتي مفيش منهم بطاريات فوق 90%. مفيش اي موبايل من اللي ذكرتهم لحد دلوقتي بطاريات 100% او فوق 90%. مفيش الكلام ده. مفيش حاجه اسمها نو اكتيف،
مفيش حاجه اسمها متبرشم ما اتفتحش قبل كده، مفيش الكلام ده، ابعد عن الناس دي تمام. فانت خلي بالك من النقطه دي يا معلم علشان مهمه جدا. اخر حاجه تفكر فيها نسبه البطاريه. المهم خلونا نرجع لموضوع الايفون 14 برو. حاليا متوسط سعره بيبدا من 39000 جنيه لحد 43000 جنيه على حسب حاله الموبايل طبعا ونسبه البطاريه هتكون كام، وعلى حسب مساحه الموبايل طبعا ممكن يوصل معاك ل 47000 جنيه. الايفون 14 برو ماكس حاليا بيبدا سعره من 52000 جنيه لحد 55000 جنيه. اما بالنسبه لسلسله ال 15 خلونا نبدا كده بال 15 العادي، وده سعره جديد حاليا عامل 41000 جنيه. في بعض الاماكن فعليا بتبيع بالسعر ده. الايفون 15 برو حاليا بيبدا سعره من 57000 جنيه لحد 60000 جنيه. بالنسبه للايفون 15 برو ماكس حاليا متوسط سعره بيبدا من 63000 جنيه لحد 65000 جنيه. اخر حاجه طبعا هنتكلم عنها النهارده هي سلسله ال 16. الايفون 16 برو العادي ما فيش ارقام رسميه او اسعار رسميه طلعت لحد دلوقتي، وما عنديش علم الحقيقه باسعارهم داخل السوق المصري حاليا، ولكن ال 16 برو ماكس في بعض الاماكن بتبيعوا على 62000 جنيه، وفي بعض الاماكن للاسف بتبيعوا على 85000 جنيه. دي كانت الاسعار اللي موجوده للاسف دلوقتي، ولو نزلت وسالت في اكتر من محل هتلاقي الاسعار دي فعليا. في النهايه انا حابب انوه تنويه مهم جدا في الغالب ممكن ما تبقاش واخد بالك منه، وهو ان كان صدر اجراء من كام يوم بالظبط خاص بالرسوم الجمركيه اللي هتنزل على الموبايلات، والاجراء ده اتطبق بشكل رسمي في 1 يناير. اختصارا للموضوع الكبير ده ان اي موبايل هيجي من الخارج بعد كده هيطبق عليه رسوم جمركيه. المهم ده مش موضوعنا حاليا، انا كده اتكلمت عنه قبل كده، فطبعا لو مهتم بالموضوع ده هسيب لك الفيديو في الاي هنا او هتلاقيه تحت في الديسكربشن. الفيديو ده هتلاقي كل حاجه بشكل مفصل وواضح بشكل كبير. والمقصود او الغرض من ده ان اي موبايل هتشتريه حاليا يا معلم قبل ما تشتري الموبايل اعمل عمليه كشف على الموبايل قبل ما تمشي من عند التاجر. هتعمل ده من خلال السيريال نمبر بتاع الجهاز بكل بساطه، علشان بس في حاجه انا ما شرحتهاش في الفيديو اللي فات وتقريبا ما اتكلمتش عنها فهوضحها لك بشكل سريع كده. بكل بساطه علشان تعرف الموبايل ده عليه رسوم جمركيه ولا لا، ببساطه بتدخل على ابلكيشن اسمه تليفوني او الويب سايت الخاص بالموضوع ده. بتدخل على الابلكيشن ده بعد ما تحمله طبعا من الاب ستور او جوجل بلاي، موجود في الحالتين، وبتبدا تدخل السيريال نمبر بتاعك وحاول تكشف طبعا على ام اي 1 والام اي 2. هيفتح لك باك بكل بساطه بعد ما تدخل السيريال نمبر بتاع الجهاز هتوضح لك هل الموبايل ده فعليا عليه رسوم جمركيه ولا لا. حاجه ثانيه واخر حاجه هتكلم فيها داخل اطار نسب البطاريه، جماعه مفيش حاجه اسمها 12 برو ماكس و13 برو ماكس و14 برو ماكس بطاريه 100% ونو اكتف ومتبرشم، مفيش الكلام ده. الكلام ده فعليا بقينا نسمعه من اغلب التجار مؤخرا. حاول تتوجه لمحل كويس علشان ما تتخدعش في موبايل متجمع او مفتوح قبل كده او في حاجه غلط بشكل عام. بس كده انا شايف ان الاسعار فعليا ارتفعت بشكل مش طبيعي، وطبعا لو محتاج راي في الموضوع انك تنزل تشتري دلوقتي ولا فيما بعد او تستنظر فتره زمنيه بحيث ان الموضوع يهدى شويه او الدنيا تهدى شويه، فرايي طبعا في الموضوع انك ما تشتريش حاجه دلوقتي تماما. ما انصحكش انك تاخد اي خطوه اتجاه اي حاجه دلوقتي، حرام تدفع الفرق الكبير اللي هتضيفه على موبايل ما، بجد حرام. انت اولى بكل جنيه هيدفع زياده. استنى لحد ما التجار تنزل شويه في الاسعار لان الموضوع فعليا مبوغ جامد. انا معاهم في حته ان الموبايلات فعليا هتزيد واسعارهم منطقه ارتفاع، ولكن ده كلام يتطبق بس على ال 16 برو ماكس مثلا، ال 15 برو ماكس. الموبايلات دي فعليا لسه جديده ومتبرشمه وبتاع، و99% من المحلات تقريبا فعلوا او استخدموا الموبايل قبل نزول القرار ده، فبجد مفيش مبرر خالص للموضوع ده. فتمام، وما اقدرش طبعا اقول لك على انسب وقت انت ممكن تشتري فيه وتكون الاسعار بقت احسن شويه من كده، لان كل يوم بسعر مختلف عن اللي قبله، وانت بما انك في مصر يعني اكيد فاهم حاجه زي كده. وبس كده يا جدعان، لو احتجتوا اي استفسار بخصوص الموضوع ده اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وبس كده اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.